أهلا بيكم. من كام يوم حصلت مأساة حقيقية قلبت السوشيال ميديا. صباح يوم الأربعاء اللي فات، يوم كان عادي جدا في حديقة سفاري وورلد بانكوك عاصمة تايلاند، اتحول لكابوس مرعب لما حارس الحديقة اللي اسمه جايان رانجار أسامي عنده 58 سنة اتعرض للأسف لهجوم عنيف من 7 أسود قدام كل الزوار اللي كانوا مصدومين من المشهد. اللي حصل ان الحارس نزل من السيارة في منطقة الأسود، ووقعت منه حاجة على الأرض وفجأة من وراه أسد وقعوا على الأرض. بعدها جم 6 أسود كملوا الهجوم عليه. الزوار حاولوا يصرخوا كتير من السيارات عشان يبعدوا الأسود، لكن للأسف مفيش أي فايدة. الهجوم استمر حوالي 15 دقيقة في مشهد مرعب لكل الزوار وحتى الموظفين، لحد ما جه فريق الطوارئ وفرقوا الأسود واتنقل الحارس للمستشفى، لكنه للأسف فارق الحياة متأثر بجراحه. الغريب ان الحارس ده قضى اكتر من 20 او 30 سنة من عمره في خدمة حديقة الحيوان ورعاية الحيوانات، يعني هم واخدين عليه كويس. إدارة حديقة سفاري وورلد بانكوك أعلنت إغلاق الحديقة لأجل غير مسمى، وهيفتحوا تحقيق شامل في الموضوع وهيشددوا إجراءات السلامة. التحقيقات الأولية بتقول إن الحارس خالف التعليمات الأمنية وإنه خرج من السيارة في منطقة تواجد الأسود. الحادثة دي قلبت الدنيا في تايلاند وبره تايلاند كمان. منظمة أصدقاء الحياة البرية شددت على خطورة التعامل مع الحيوانات المفترسة، وإنها استحالة تكون أليفة أو معتادة على البشر، وإن الأسود عبرت عن سلوكها الطبيعي والفطرة اللي ربنا خلقها عليها، وهي الهجوم والصيد. وقالت إن لازم الأسود دي تتنقل لمحميات مخصصة ليها في البرية، وعدم احتجازها للكسب التجاري منها أو الربح. واللي ما يعرفش الحديقة دي، فهي واحدة من أكبر حدائق الحيوانات المفتوحة في آسيا، وبتسمح للسياح إطعام الأسود والنمور مقابل حوالي 37 دولار للشخص. الحيوانات البرية بتتجول بحرية في الحديقة، والزوار بيركبوا السيارات بتاعتهم ويقربوا قوي من الحيوانات البرية وكمان بيتصوروا معاهم، وده بيدي تساؤلات كتير عن عوامل الأمان والمخاطر اللي ممكن تحصل. البيانات الرسمية بتقول ان امتلاك الأسود قانوني في تايلاند، وبيوصل عددها في الأسر لحوالي 500 أسد. متخيل العدد؟ متوزعة على حدائق الحيوانات والمزارع والمنازل الخاصة. للأسف الحادثة دي مش الأولى اللي حصلت ولا هتكون الأخيرة. طول ما بنحبس الحيوانات ونحرمها من الحرية والفطرة اللي ربنا خلقها عليها، لازم يكون ده انتقام الحيوانات من البشر. وياريت الإنسان يتعظ ويسيب الحيوانات في حالها تعيش حياتها في البرية بدون أسر. ربنا يسترها وما تحصلش الحوادث دي مرة تانية. وشكرا ليكم على متابعة الفيديو. وختاما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.